سلام، بما أن الأجواء صارت باردة لازم نعمل كيكة الشتاء اللي هي عبارة عن كيكة التمر مع صوص التوفي لذيذ. أول خطوة نبدأ ننقع التمر بماء مغلي. أكتب جميع المكونات بصندوق الوصف. هنا أضفت البيكربونات الصوديوم ملعقة صغيرة، ونحركهم مع بعض ونخليهم يتنقعوا لمدة 10 ل 15 دقيقة. ابدأوا بهذه الخطوة قبل ما تبدأوا تجهزوا الكيك وتسخنوا الفرن. بعد ما اتنقع لمدة 15 دقيقة خلطتهم بالخلاط، ولا تقدروا تهرسوه بالشوكة إذا ما عندكم خلاط. هنا نبدأ بتجهيز خليط الكيك. أضفت الزبدة لينة تكون على درجة حرارة الغرفة، والسكر البني. إذا ما عندكم سكر بني تقدروا تستخدموا سكر أبيض عادي، بيضتين وفانيلا أكيد يعني تقريبا ملعقة صغيرة، ونخلطهم مع بعض حتى يتجانسوا المكونات. أضفت خليط التمر ونخلط المكونات مع بعض حتى يتجانسوا. هنا أضفت القرفة والملح والبيكنج باودر، وأضفت الدقيق. نخلط المكونات مع بعض. هذه الخطوة اختيارية بس أنا أضفت الجوز. تقدروا تضيفوا أي مكسرات أنت تحبوا. ندخله على فرن محمى مسبق درجة 180 لمدة 50 دقيقة إلين ما ينضج الكيك. ما أقدر أوصف لكم الروائح اللي كانت في المطبخ. رائحة القرفة امتلت المطبخ، ورائحة التمر روائح شتوية. يفضل يتاكل مع صوص الكراميل، بس انتوا تقدروا تضيفوا أي صوص انتوا تحبوا. راح أكتب لكم صوص الكراميل وصندوق الوصف عشان تسووه في البيت. وعوافي عليكم وعلينا، ولا تنسونا من الاشتراك.